محمود. نعم. الفيلا دي البيع؟ معاك 6 مليون؟ طب خلي فلوسك معاك، نشوف الفيلا الاول وبعد كده نعد الفلوس. اول ما تخش فيلتك هيقابلك على طول الجراج. هات الجراج هنا كده. تعالى بقى نخش نتفرج على الفيلا. قبل ما تخش صلي على النبي وقول ما شاء الله عشان افرجك على التشطيب. فلوس مصروفه. تعال لف معايا في الصاله. لف. تعال. شايف التشطيب؟ تعال من هنا. كمان مطبخك الجميل، حمامك بتاع الضيوف بتاع الدور الاولاني، لسه ما طلعناش الدور الثاني. لف الحمام لفه. تعالى ارجع ورا كمان. تعالى لي بقى من هنا وصور كل حته في الصاله. شوف الناس دي صارفه الوفات مؤلفه. تعالى بقى نطلع بينا على الدور الثاني. بينا. خش وتمتع ومتع عينك واغسل عينك. تعالى الدور الثاني بقى عندنا 4 اوض وحمام. لف وهات لي اوضه اوضه وما تسيبش اي تفصيله في الفيلا لما تجيبها. تعالى يا باشا اتفضل. اول اوضه اتفرج على الشغل والجمال والحلويات. ارجع ورا. تاني اوضه عايزك اول ما تشوف الكلام ده تصلي على النبي وتقول ما شاء الله عشان دي حلويات وده جمال وقطايف ولطايف. ارجع ورا. تعالى خش على الاوضه رقم 3. تعالى فرج الناس ان في بلكونه على الشارع. تعالى بلكونتك عشان تطمن على عربيتك من هنا. ارجع ورا. فرج الناس فوق في ايه والسقف والحلويات والقطايف واللطايف في الحمام بتاعنا. تعالى عايزك اول ما تشوف فيلا زي كده يعني مش عايزك بس تغير تقول ربنا يجعلها من نصيبك. مش هقول لك انا بتمنى لك ان هي تكون من نصيبك. تعالى خش. انا والله العظيم ما اعرف الاوضه الصغيره دي بتاعتي. ارجع ورا. ودي اوضه النوم بتاعتك. خلي بالك كان عندك حمام بره، في عندك حمام هنا في اوضه النوم. تعالى اتفرج. ارجع ورا. فرج الناس التشطيب، فرج الناس المصاريف، فرج الناس على البيبان عامله ازاي. والله العظيم الناس دي صرفه. الفيلا دي 350 متر. هيسالوني على العنوان حدايا الاهرام شارع الحضانه. انزل يا ابني. خلي بالك ال6 مليون بتوع السنه دي هيبقوا 10 مليون جنيه السنه الجايه. اشوفكم على خير في فيلا جديده في مكان جديده. ودي الناس لقطه اخيره على الحلويات والقطايف واللطايف والممنوعات.